أهلا بيكم. لو حد فينا فكر يعمل مشروع تخرج بالاي اي أو يبني مساعد ذكي بجد، أكيد هيلاقي تحديات كتير جدا. النهاردة هنتكلم عن أداة من جوجل بتخلي بناء الاي اي ايجنتس القوية دي أسهل بكتير. اسمها Vertex AI Agent Builder. يلا بينا نفصصها ونشوف إزاي ممكن تغير طريقة شغلنا خالص. طيب، قبل ما ندخل في تفاصيل الأداة نفسها، خلينا نقف لحظة ونسأل سؤال مهم. هو ليه أصلاً كل الناس في مجال ال AI دلوقتي بتتكلم عن ال Agents؟ وإيه اللي بيخلي بناء واحد منهم من الصفر بتبقى مهمة صعبة قوي حتى لو معانا أقوى الموديلات؟ السؤال ده بالظبط هو اللي بيفرق بين مجرد تشات بوت بيردد كلامه حافظه وبين AI agent ذكي فعلا. ازاي نخليه يفهم ويخطط وينفذ مهام معقدة؟ ازاي نحوله من مجرد فكرة حلوة لمشروع حقيقي الناس تقدر تستخدمه كل يوم في شغلها وحياتها؟ الحقيقة إن الموضوع مش مجرد كود وموديل وخلاص، لا، لما بنبني حاجة من الصفر بنفتح على نفسنا أبواب مشاكل كتير. يعني إزاي نضمن إنه يشتغل لو 1000 مستخدم دخل عليه في نفس الوقت؟ ده تحدي السكيلينج. طب والأمان، إزاي نمنع أي حد يخترقه ويسرق بيانات؟ ده تحدي السكيورتي. وإزاي نخليه يتكلم مع أدوات تانية زي جوجل كالندر أو حتى الداتابيز بتاعتنا؟ كل دي أسئلة بتاخد شهور عشان بس نلاقي لها حلول. هنا بقى بتيجي جوجل وبتقول بدل ما تبني كل ده من الأول وتتعب نفسك، خد صندوق العدة ده جاهز. الأداة دي هي ال Vertex AI Agent Builder، وهي معمولة مخصوص عشان تشيل من علينا كل الصداع ده. خلينا نتخيلها كده، بدل ما حد يدينا شوية طوب وأسمنت ويقول لنا يلا ابنوا عمارة، لا، ده بيدينا مفاتيح ورشة كاملة، ورشة احترافية فيها كل الأدوات في مكانها ومنظمة وجاهزة. كل ده عشان نركز إحنا في الإبداع بتاعنا اللي هو الإيجنت نفسه، من غير ما نشيل هم الأساسات والحيطان. الفكرة كلها قايمة على 3 حاجات أساسية. build يعني أدوات قوية عشان نعرف نبني بيها الايجنت، وسكيل ودي معناها إن جوجل بتشيل عننا هم السيرفرات والضغط عشان الايجنت يشتغل مع ملايين المستخدمين عادي جدا. والحاجة التالتة والمهمة قوي govern، ودي معناها إننا بنفضل مسيطرين على كل حاجة، بنقدر نراقب الايجنت ونأمنه ونعرف هو بيعمل إيه بالظبط. طيب جميل، عرفنا إنها ورشة. إزاي بقى بنستخدمها؟ جوجل مقسمة الموضوع لرحلة بسيطة من 3 محطات واضحين جدا عشان العملية كلها تبقى سهلة ومنظمة. الرحلة دي بتبدأ بمحطة الديسكفر أو الاستكشاف، بعدها بندخل مرحلة البيلد أو البناء الفعلي، وفي الآخر خالص بنوصل لمحطة الديبلوي، ودي اللحظة اللي الايجنت بتاعنا بيطلع فيها للنور والناس تبدأ تستخدمه فعليا. أول محطة الديسكفر بتبدأ من مكان لذيذ قوي اسمه ايجنت جاردن. ممكن اتخيله زي الاب ستور، بس بدل ما نلاقي تطبيقات هنلاقي ايجنتس جاهزة عشان تحل مشاكل معينة، أو أدوات نقدر ناخدها ونركبها في الايجنت بتاعنا على طول. الفكرة كلها إننا عمرنا ما بنبدأ من صفحة بيضاء. طيب، بعد ما خدنا فكرة من الجاردن بندخل على مرحلة البيلد، وهنا بنستخدم الأداة الأساسية اللي اسمها Agent Development Kit أو اختصاراً ADK. ده الفريم ورك اللي بنكتب فيه الكود الفعلي وبنربط بيه كل حاجة ببعض وبنصمم عقل الايجنت بتاعنا. تمام، خلصنا بناء واختبار، حلو قوي. نيجي بقى للخطوة الأخيرة والخطوة السحرية، الديبلوي. بضغطة زرار واحدة بنسلم شغلنا لحاجة اسمها Vertex AI Agent Engine. ده بقى هو المحرك اللي بياخد الايجنت بتاعنا ويشغله على بنية جوجل التحتية الضخمة. هو اللي بيهتم بالسكيلينج والسكيورتي وكل التفاصيل المعقدة دي. طيب، كل الكلام النظري ده جميل، بس على أرض الواقع بقى، الورشة دي نقدر نطلع منها إيه؟ إيه المشاريع اللي ممكن نعملها بيها كمشاريع تخرج أو كمنتجات حقيقية في السوق؟ هنا بقى الإبداع ملوش أي حدود. ممكن نعمل بيه ايجنت لخدمة العملاء بيفهم بجد، أو مساعد شخصي يحلل بيانات ويعمل تقارير. بس الأقوى من كل ده هو قدرته إنه يستخدم أدوات تانية. يعني يقدر يستخدم جوجل سيرش عشان يجيب معلومات متحدثة أول بأول، ويقدر يتكلم مع أي API. والأهم إنه متوافق مع أشهر الفريم وركس اللي كلنا بنحبها زي اللانج تشين وكرو AI. يعني مش بيجبرنا نبدأ من الصفر. وهنا بيجي سؤال مهم جدا. طيب، طالما هو بيشتغل مع لانج تشين، ليه ما استخدمش لانج تشين لوحده خلاص؟ إيه القيمة اللي بيضيفها الايجنت بيلدر؟ خلينا نعمل مقارنة سريعة. بيلدر versus frameworks. بصوا، المقارنة دي بتلخص كل حاجة. الفريم وركس زي لانج تشين بتدينا صندوق طوب جودته عالية جدا، بيدينا مرونة كاملة نبني بيه اللي احنا عايزينه بالظبط، وده ممتاز لو بنعمل تجارب أو نماذج أولية اللي هو البروتوتايبنج. لكن الايجنت بيلدر مش بيدينا طوب، ده بيدينا الورشة المتكاملة، كل حاجة جاهزة ومصممة عشان نبني منتج نهائي قوي آمن وجاهز للبرودكشن. باختصار شديد، فريم وركس للبروتوتايبنج وبيلدر للبرودكشن. ممتاز، كده أعتقد الصورة الكاملة بقت أوضح كتير. عشان نلم كل اللي قلناه ده، خلينا نعمل ملخص سريع ونشوف إيه الخطوة الجاية اللي ممكن نعملها.
الخلاصة في الثلاث خطوات بسيطة. بنبدأ نستلهم أفكار من الايجنت جاردن، بعدين بنبني ونصمم بالاي دي كي، وفي الآخر بنسلم شغلنا للايجنت انجن عشان يشغله للعالم كله. هو ده الورك فلو الكامل عشان نبني ايجنت احترافي بجد. طيب لو حد عايز يبدأ منين؟ دي شوية كلمات مفتاحية ممكن نبحث عنها: Agent Garden و Agent Development Kit. ولو عايزين ندخل في مستوى أعمق نبحث عن مصطلح Multi Agent Systems، وجوجل عندهم مقالة ممتازة جدا اسمها Blog Post on Multi Agent Systems with Vertex AI، أنصحكم كلكم تقروها. ودلوقتي بعد ما عرفنا إن مفاتيح الورشة دي متاحة لينا كلنا، السؤال الحقيقي مش جوجل بتعمل إيه، السؤال هو إحنا هنعمل بيها إيه؟ خلونا نفكر في مشاريع تخرجنا، في أفكارنا الجديدة، إيه اللي ممكن نبنيه بالأدوات دي؟ الإمكانيات حرفياً ملهاش آخر. شكراً لوقتكم، وأشوفكم في شرح موضوع جديد.